دي عزيزة إبراهيم ومعاها بناتها الاتنين عايشين في مدرسة بعد ما نزحوا من الخرطوم، ودي أسرة سودانية من 7 أفراد، أم وخالة وعيالهم، ومعاهم 7 مليون إنسان تانيين اتهجروا من بيوتهم بفعل الحرب اللي شغالة من إبريل اللي فات بقالها 9 شهور. دول إخواتنا عرب ومسلمين، مشكلتهم بس إنهم فقراء وبشرتهم سمراء، فالعالم مش انترستد قوي في الطيب ده من الناس، هو بيحب الشغل، لكن أنت أحسن من كده وهتعرف اللي بيحصل هناك في الفيديو ده. مش هنتكلم كتير سياسيا وعسكريا لأن حالة الحرب لسه ضبابية، مفيش توثيق جيد للي بيحصل ومفيش اهتمام إعلامي كافي، وعشان اللي يهمنا دلوقتي هو إخواتنا اللي هناك الناس. أول طرف في المعركة هم قوات الدعم السريع، ودي قوات عسكرية معترف بيها ومدعومة من الإمارات وإسرائيل والاتحاد الأوروبي. والطرف الثاني الجيش السوداني، حصل جهود دبلوماسية كتير لوقف القتال لكنها فشلت فشل ذريع، خصوصا بعد ما تمكنت قوات الدعم السريع من مدينة وود مدني وسيطرت على 80% من مدن كردفان ودارفور. في النص بقى المدنيين اللي اتهجروا من بيوتهم الآمنة ونزحوا لولاية تانية، لكن الاشتباكات بتنتقل للولاية التانية دي فيضطروا ينزحوا منها برضه. بيتحركوا في عربيات، لكن الأغلبية منهم بسبب انعدام الوقود والعقبات الأمنية بينزحوا على رجليهم عشرات الكيلومترات. أكتر من 7 مليون شخص أجبروا على ترك بيوتهم، منهم 1,200,000 لجأوا لدول مجاورة زي دولة تشاد اللي استضافت لوحدها أكتر من نص مليون نازح، 90% منهم أطفال ونساء، وده شيء مش مطمئن على فكرة لأنهم معرضين أكتر لخطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة. دي تعتبر أكبر موجة نزوح للأطفال في العالم، فالأسر اتشتتت في أكتر من مدينة وبلد، وآلاف الأسر بتواجه مشكلة في لم شملها. بسبب الحرب دولة السودان العزيزة اتدمرت بنيتها التحتية بما فيهم النظام الصحي، بعد ما عانى من نقص حاد في الموظفين اللي نزحوا مع أسرهم والتمويل بسبب إن الفلوس كلها شغالة في الحرب، وكمان الإمدادات الطبية، ده غير الهجوم المتكرر على المرافق الطبية والنهب واحتلال المستشفيات. فالنظام الصحي تقريبا وقع خلاص، الأطباء بيتقتلوا والمصابين بينزفوا لحد الموت، أكتر من 70% من المستشفيات اتقفلت، غير انهيار خدمات المية والصرف والنظافة الصحية وانخفاض مستويات التطعيم، كل ده بالإضافة لسوء التغذية الحاد. الأمراض بتفتك بالناس، أكتر من 1000 طفل ماتوا بالحصبة، ووباء الكوليرا الفتاك انتشر في نص ولايات السودان، 9 ولايات من أصل 18. في الأوضاع المرعبة دي الأسر بتكافح عشان تنجو بحياتها، فيضطروا يبيعوا ممتلكاتهم أو يجوزوا عيالهم عشان يأمنوا أي احتياجات أساسية. الجيل الصغير من السودانيين في تحدي غير مسبوق بسبب إن في أكتر من 10,400 مدرسة اتقفلوا، الامتحانات اتلغت، وبقى في 19 مليون طفل بدون تعليم معرضين للاستغلال والمستقبل المظلم. المولات، المصانع، البنوك، المحلات، كل ده اتنهب واتدمر، مفيش سلع ولا خدمات ولا فلوس. الجنيه السوداني فقد 50% من قيمته، والتضخم متوقع انه يزيد اكتر من 250%. المؤسف ان في الاوضاع اللي زي دي المفروض جهات الانقاذ الدولية بتتدخل بشكل طارئ لانقاذ ما يمكن انقاذه. دول لو سلاحف بحرية كان زماننا انقذناهم. في حوالي 18 مليون انسان في انحاء السودان بيواجهوا انعدام تام في الامن الغذائي، يعني بالبلدي مش لاقيين ياكلوا، و5 مليون منهم على شفا المجاعة. وسط النزوح الجماعي وعمليات القتل العشوائي اللي بتحصل، المساعدات الإنسانية بقى صعب جدا إنها توصل. ولاية الجزيرة اللي كانت مركز لجهود الإغاثة والمساعدات دخلت من يومين في معمعة الحرب، ولجان الإنقاذ مشوا وسابوها، والأمم المتحدة علقت جهود الإغاثة لحين إشعار آخر. مؤسسة أسابس اللي بتحلل وتقدم تقارير عن الأوضاع الإنسانية في الدول قيمت القيود المفروضة على المساعدات إنها 5 من 5، بمعنى انها قيود متطرفة نادرا ما بتحصل. وده خلى امريكا تدخل في الخط، ويصرح وزير خارجيتها ان الحرب بدأت تشكل تهديد على المدنيين ولازم نتفادى الحرب في اماكن الاغاثة. ماشي يا معلم، هنظبط ونكلمك. تصريح ما يهمكش ولا يهم حد، لكن يعني بحكي لك كل جريمة حرب في كتب جرائم الحرب بترتكب. حرب غير آدمية أدت لسقوط أكتر من 12,000 إنسان، لكن مخاطرها طالت الملايين. اللي عايز أقوله لك من الفيديو ده إن إخواتك عايشين في معاناة العالم كله مش مهتم بيها، لازم على الأقل نثقف نفسنا تجاهها، عشان مفيش ألم أسوأ من إن محدش يحس بمعاناتك. وثانيا لعل ده يضغط على المجتمع الدولي إنه يتحرك ويلاقي أي حلول لوقف إطلاق النار، لأن للأسف الشديد يا صديقي أنا وأنت مش أصحاب قرار، القرار في إيد الناس اللي لابسة بدل وقاعدة ورا الميكروفونات. تاني حاجة نقدر نقدمها هي التبرعات. إخواتنا السودانيين اللي ألم الجوع بقى روتينهم في حاجة شديدة ليها، وربنا يهد حيل الحرب وينعم على أهلنا وإخواتنا السودانيين بالأمن والأمان.